هل لو مطعم بيحاول يبيع لك علبة الفرايد تشيكن دي ب 30 جنيه بس مش هتشك في حاجة؟ طب لو حد بيحاول يبيع لك عربية موديل 26 ب 100,000 جنيه بس برضه مش هتشك في حاجة؟ طب ليه لما حد بيقول لك هعمل لك ماركتنج لشركتك ب 30 40 ألف جنيه ما بتشكش ولو للحظة وما بيجيش في دماغك جملة ما كانش حد غلب؟ طب تعرف انك لو جربت توظف كونت كريتور واحد متأسس صح هتدفع له اكتر من 30 40 الف جنيه في الشهر؟ واي شركه وانا مغمض اهو بقول لك محتاجه 2 كريتور وحواليهم اقل حاجه 4 اشخاص تانيين متفرغين عشان الماركتنج بتاعك يشتغل صح. تيجي منين بقى ان ايجنسي تعمل لك ماركتنج حقيقي بنفس تكلفه موظف واحد؟ حاجه من اتنين، يا اما مش هيكون حقيقي يا اما حجمه هيبقى لا يرى بالعين المجرده. فتلاقيهم مديين لك تمن كرييتور على ربع ديزاينر على تلت مونتير، يعني على بعض ما يكملوش نفر ونص وانت محتاج 6 عشان بس يبقى اسمك بدات تعمل ماركتنج صح. ودول تكلفتهم بالميت مرتبات بس 200 الف جنيه في الشهر. لو عايز الحسبه بالتفصيل هتلاقيها في البويو. المشكله انك انت اللي قررت تشتري نسخه مضروبه من شيء معين بعشر الثمن، وهم عشان شايفينك عايز حاجه مش اصليه ومش مخدومه بيعملوا لك اللي انت عايزه عشان يعرفوا يكسبوا، وانت الوحيد اللي بتتضرر في الاخر وتقعد بالسنين تتشحطط ما بين الايجنسي دي للايجنسي دي وفاكر انك هتلاقي حاجه مختلفه. الخلاصه لو ما كنتش هتأسس الماركتنج بتاعك ان هاوس، وده طبعا الاختيار الاول، يبقى ادي المساحه الكافيه للي شغال لك ماركتنج انه يشتغل ماركتنج صح. يعني بالبلدي روح للي ماسك لك الماركتنج واديله اضعاف الريسورسز اللي انت بتدفعها على شرط انه يعمل لك ماركتنج حقيقي اضعاف اللي هو بيعمل.